انا اللي خنت جوزي وانا عارفة ان انا غلطانة ومتأكدة مليون في المية ان انتوا هتهاجموني لما تسمعوا قصتي. انا ام الولد وبنت، متجوزة بقالي 10 سنين. طول ال10 سنين دول ما شفتش اي حنية من جوزي خالص. طول الوقت جوزي في الشغل ومش فاضيلي، وكل ما باجي اتكلم معاه واطلب منه الاهتمام بيقولي كبري دماغك بقى، احنا كبرنا على الحاجات دي. طب ازاي انا كبرت على الحاجات دي وانا لسه 30 سنة؟ من حقي ان انا اسمع منك كلام حلو، من حقي ان انا احس منك بحنية، من حقي ان انت تطبطب عليا، من حقي ان انا اتسند عليك، من حقي حاجات كتير قوي انا مش لاقيها فيك اصلا. طول الوقت جوزي للشغل وللبيت والاكل والنوم وبس، ما بيقعدش معايا، ما بيقعدش مع اولاده، ما يعرفش عننا اي حاجة خالص. طول الوقت في الشغل، بيجي يقعد على تليفون شوية وينام، يعتبر ما يعرفش عننا اي حاجة اصلا. انا الام والاب بالنسبة لاولادي. فترة جيت قلت له خلاص انا عايزة انزل الاولاد يلعبوا اي رياضة، علشان احنا طول الوقت قاعدين في البيت ومش لاقيين حاجة نعملها. وقلت برضو ادينا هتعرف على الناس وهخرج نفسي من القرف اللي انا فيه، وخلاص انا معتبراه اصلا مش موجود. جوزي وافق. جوزي بصراحة يا جماعة هو مش مخلي بيته محتاج اي حاجة خالص. دايما بيجيب لنا اي حاجة احنا عايزينها، دايما اي طلب انا مطلوب منه بيقول لي ماشي عليه، الا بس موضوع البخل في المشاعر ده. خدت اولادي ونزلنا النادي، بدأوا يلعبوا رياضة، بدأت اتعرف على الناس اللي هناك، وفجأة لقيت شخص قدامي بيجيب اولاده برضو للتمرين. بدأ يتعرف عليا واحدة واحدة، بدأت اتشد ليه وهو يتشد ليا. بدأ الناس اللي في المكان يلاحظوا ان انا دايما بقعد معاه، ده انا حتى ما كنتش باخد بالي من اولادي اصلا، بسيب اولادي يدخلوا التمرين وانا بقعد معاه طول الوقت بنقعد نتكلم، هو يحكي لي عن مشاكله مع مراته وانا احكي له عن مشاكلي مع جوزي. بدأنا نقرب لبعض جدا، وفجأة لقيت واحدة معانا في التمرين بدأت تلاحظ ان احنا طول الوقت قاعدين مع بعض، راحت حكت لمراته وعرفتها. وتاني يوم لقيت مراته جاية بتهزقني قدام الناس، ومسكت فيا وقعدت تقولي لو ما بعدتيش عن جوزي انا هعمل وهسوي فيكي. بعد كده اتكلمت مع الشخص ده وقلت له ان احنا ما ينفعش علاقتنا دي. قال لي انا بصراحة مشدود ليكي وانا بحبك وعايزة ابقى معاكي على طول، انا عارف ان انا عمري في حياتي ما هعرف اتجوزك، وبصراحة حتى لو انتي اتطلقتي انا مش هعرف اتجوزك، بس خلينا مع بعض فترة كده لحد ما نشوف الدنيا هتبقى فيها ايه. وبدل ما مراتي تعرف تاني ان احنا بنتقابل في النادي ده، بلاش نتقابل فيه، تعالي نتقابل في اي مكان تاني. سيبي اولادك في البيت وانزلي بعد ما جوزك ينزل الشغل، وتعالي قابليني في اي مكان. فانا دلوقتي محتاره ومش عارفه اعمل ايه. انا مش عايزه اخون جوزي، وفي نفس الوقت انا خنته. انا عارفه ان انا غلطانه، وعارفه ان انتوا هتهاجموني، بس انا بجد محتاره ومش عارفه اعمل ايه. هل اتطلق بس انا عارفه متاكده ان الشخص التاني ده مش هيتجوزني لانه هو اعترف لي بده، ولا اكمل مع جوزي الحياه المقرفه دي اللي انا ما بقتش قادره عليها؟ يا ريت تقولوا لي رايكم في الكومنتات.